مرحبا بكم في قناتكم موك نيوز. إليكم أبرز العناوين. رسالة نارية من الملك محمد السادس: قضية الصحراء المغربية ليست للمساومة. بالمبدأ في التفاصيل، ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. وجه الملك محمد السادس مساء يوم الأربعاء خطابا ساميا إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء. أكد الملك أن المسيرة الخضراء كانت مسيرة سليمة وشعبية مكنت من استرجاع الصحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم. وأشار الملك إلى أن المغرب تمكن منذ ذلك الحين من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، ويتجلى ذلك من خلال تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم والنهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. كما أشار الملك إلى وجود بعض الأطراف التي تستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكلها الداخلية أو لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، مؤكدا أن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. ودعا الملك الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها وتوضيح الفرق الكبير بين الواقع الشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيدا عن الواقع وتطوراته.